قبل ما تخزني التوم لازم تسمعي الفيديو ده للآخر. هقولك امتى تخزني التوم، وكمان هقولك على كام تركاية اللي تخليه يقعد معاكي سنة واتنين زي ما هو ولونه أبيض لآخر معلقة. تعالوا بقى أقولكوا عملنا العظمة دي ازاي. أول حاجة نلبس كده جلافزات في ايدينا عشان خاطر ريحة التوم بتبقى قوية جدا وبتفضل في الايد فترة طويلة. فاحنا نحاول على قد ما نقدر ان احنا ما نخليش الريحة تبقى قوية في ايدينا. بصوا بقى يا بنات، انا هنا جايبه 5 كيلو توم وفصصته كله بالطريقه ديت، وخليت كام واحده بس افصصها معاكم. اول حاجه التوم يا بنات بنجيبه في اواخر 3 كده علشان خاطر يكون خلاص عمل فصوص. قبل كده بيبقى ميه من جوه، فمش هيبقى معاكي حلو. فعشان تفرزيه لازم تجيبيه في اواخر 3. حلو قوي. لو انتي هتخزنيه ناشف تخزني الثوم الاحمر مش الابيض. الثوم الاحمر عمره طويل شويه، وبتخزنيه في اخر شهر 4، يعني اخر شهر ابريل. بصوا انا هنا بوريكم ان انا القشر برميه، انا القشر ما بعملوش. يعني اللي متابعني انا عملته مره واحده بس ووريته لكم، وكانت ريحته خفيفه جدا ما عجبنيش بصراحه. انا عملت الثوم البودر المركز قبل كده، وان شاء الله هعمله لكم مره تانية. اول حاجه انا بشيل الفصوص بالشكل ده، وبشيل منه الورق الابيض ده، انا برميه بتخلص منه. واي حته جامده كده برضو شيليها عشان خاطر ما تبوظ لناش الكبه بتاعتنا. وبصوا يا بنات في نص التوميه الراس هتلاقي العمود اللي هو بيبقى في النص اللي هو دوت يا بنات. ده جامد جدا، ده ممكن يبوظ لك الكبه بتاعتك، فده لازم يتشيل. هعمل معاكم واحده تاني. بصوا هنا يا بنات، يعني كتير قوي قالك العروق دي بناخدها ونعمل منها خلطات وحاجات للمخلل. انا جربتها في سنة من السنين وعاوزة اقول لكم مش حلوة خالص، وانا قلت لكم برضو في فيديو بعدها اني مش حلوة خالص يا بنات. بتبقى كلها مشعرة لما بتتفرم، بتبقى كلها مشعرة لان هي الخيوط بتاعتها طويلة، يعني بتبقى بالطول يا بنات. يعني لما بتتفرم بتبص تلاقيها مشعرة في الاكل، ما بتبقاش حلوة خالص. فانا برميها، وبرضو بفصصها عادي خالص بالشكل ده كده، واشيل اي جزء فيه جامد مكان الراس دي مش حلوة فبشيلها. وده العمود اللي في النص برضو بشيله. وانا كده خلصت كل الكمية كلها، وما خدتش، صدقوني يا بنات ما خدتش نص ساعة. جبت الكبة بتاعتي ونزلت مليتها. طبعا انتي بتحطي حسب الكبة بتاعتك بتاخد قد ايه، وحطيت عليها معلقتين كبار من الملح، وعليهم حوالي 3 معالق كبار من الزيت. الملح يا بنات بيخليها ما تمسكش ببعضها، والزيت بيخليه ما يبقاش جامد قوي وانتي بتطلعيه يبقى طري. وكمان مادة حافظة حلو جدا للثوم. بتضربيه، طبعا انا بحب اضربه ما يكونش ناعم قوي وما يكونش خشن قوي. بصوا انا كده لسه هضربها مرة تاني، انا بس بوريها لكم. دي كده عايزة مرة تاني. نزلت الجناب وبكملها ضربة تاني. بس كده. بصوا مفيش اسهل من كده. انا بقى يا بنات بحب قوي احطه في برطمانات. بجيب البرطمانات وبغسلها وبنشفها كويس جدا، ما يبقاش فيها اهم حاجه ميه. وبعد كده بحط فيها الثوم بتاعي من غير ما تضغطي عليه، يعني ما تكبسيهوش لتحت، خلي فيه فراغات عشان وانتي بتطلعيه يبقى طري معاكي بالشكل ده كده. ما تحاوليش تهزيه وتنزلي كل الثوم فيه وتكبسيه على بعض. بصوا بالشكل ده كده. انا بحبه ببرطمانات يا بنات، ما بحبوش في اكياس. البرطمانات ما بتخليش فيه ريحه خالص، وبحب اعمله في بلاستيك بيبقى خفيف على ايدي. بصوا اهم حاجه تمسحوه كويس قوي برضو من بره عشان خاطر ما يعملش اي ريحه في الفريزر مش حلوه. بس واللي تعمليه تدخليه على طول على الفريزر لغايه ما تخلصي كله عشان لونه ما يتغيرش. هنعمل واحد تاني بالشكل ده برضو. احط الثوم وعليه معلقتين كبار من الملح، وعليه حوالي 3 معالق كبار من الزيت.
انا كده فرمته برضو بنفس الشكل. هنعبيه في البرطمانات ومن غير ما نهز البرطمان ونخليه ينزل تحت ويتكبس. انا عملت 3 من البرطمانات اللي هو السادة، وهعمل بقى معاكم واحد بالخلطة خطير بقى، ده النينجا بتاعي. انا حطيت باقي التوم في الكبة، وكان عندي بقى هنا ايه كام قرن اخضر على كام قرن احمر. بصوا بقى ده بقى ما اقولكوش على الخلطة دي بقى في الاسماك تلاقي، في المخللات تلاقي، موجودة معاكي في كل حاجة، في التتبيلات المشاوي، حاجة كده جبارة. بس انا يا بنات بحب احط برضو عليه الملح والزيت بس. تقدري تحطي عليه الكمون والكزبرة والفلفل والبهارات وكل اللي انت تحبيه والخل والليمون يبقى جاهز، بس انا بحب احط الحاجات دي فريش. فانا بعمله عادي زي ما بعمل السادة بالظبط، بس الفرق ان انا بحط عليه الفلفل الاحمر والاخضر، ده بيبقى جاهز معايا، ما احتاجش ان انا احط هريسة شطة ولا احط فلفل عليها. دي كده جاهزة معايا بالفلفل. اي مخلل بطلع منها معلقة واحط عليها بقى البهارات بتاعتي، بتبقى طازة، بتبقى فريش، وبتبقى ريحتها خطيرة. بعبيه برضو ببرطمان، وبقى عندك احلى تتبيلة لكل حاجة. ده يعتبر البرطمان النينجا بتاعي. بصوا بقى ال5 كيلو عملوا لي ال3 برطمانات السادة وواحد بالخلطة، وانا بوريكم ده معايا من السنة اللي فاتت يا بنات. بصوا لونه زي ما هو بجد يا بنات، هيبقى معاكي اخر معلقة ابيض وزي الفل. اعملوه هيعجبكم، ويا رب يكون الفيديو عجبكم وعرفت افيدكم، وبألف هنا.